الله عليك يا يمنا، الله عليك وعلى وكل زمان. فكرتينا بايام الطلبيه ووقفه ناصيه زمان. على فكره هيدا الورق العريش انا لفيت شوي منه. ابقي لف لنا ورق الغردقه والنبي. ورق العريش. يا مري يا ولدي، دول طلعوا عيني 3-4 ساعات بيلفوا في صباعين بس. دول هيتجوزوا كيف وهيتصرفوا كيف من غيري؟ ها قولوا لي، كل واحد فيكم لف كام صباع؟ على فكره يا طنط، انا مش محتاجه اتعلم الطبيخ ولا اللف. ما هو اصلا هقول للطباخ يطبخ لي اللي انا عايزاه. لا يا حبيبتي، انا لو روحت البيت ما لقيتش مرتي عامله لي الوكل اشوهها. طب اتنقل على عينك واتجوز الاول. هتفضل طول عمرك يا سويلم متخلف وراجعي. خليك انت يا مهريه نفسيا انت. حبيبي what goes around comes back around. شو خص هيدي الجمله بالموضوع يعني؟ ما فهمت. اثبت حضور يا اخلصي بقى. فريمون اسباس ديديوت. ايديوت. لا انتوا ممكن تخشوا الحمام تخلصوا مشاكلكم دي وتيجوا تاكلوا يعني. يا جماعه انا ما عنديش مشكله في اللف خالص يعني. ده انت عليك لف انت يجي لغ وانت ساكت. على فكرة أنا بفكر أغير برنامجي وأعمل برنامج طبخ. ايوه، وتسميه هابي ميل. صح؟ الله عليكم يا ولاد سيد سويلم، لو كان موجود كان زمانه هيبقى مبسوط قوي. فينك دلوك يا ابوي؟ هو جه ولا ايه؟ فكرني اقول لك على حاجه بعد ما نخلص اكل، ماشي؟ بخصوص القناه. خلاص مفيش مشكلة، نقعد نتكلم ونقعدش ليه. سير سويلم، في تبت عايز بيسأل عليك. زبادي بيسأل عليا كيف يا بنت؟ ثبت ظابط ايه يا اما انا خايف. اجمد يا ولدي، خايف من ايه؟ هو انت قاتل ولا قاتل ان شاء الله؟ ولا ما تكونش ممسوك مخدرات قبل ما تاجي مصر؟ اجمد ايه؟ اوعى يا أما. ولدي هو خد ما فيش حاجه. كمل لا ما تقلقوش، ده تلاقيه ظابط تايه يعني، فحد يسأل على طريق السلام عليكم. كان فيه باب هنا يا كفره. لا راح فيه يا ارض انشقي وبلا عيني. هو ايه الهبل ده؟ انا فاهمه. طب وفي اكل اصلا ولا نطلب اكل من بره؟ ايه الاكل كله جاهز، هو بس المحشي يستوي وانزله به. ماشي. ثانيه واحده، ثانيه. انت قلتي ايه؟ انزله به. ايه؟ المحشي يستوي انزله به على الترابيزه. انزل به. إيه؟ انزل به اللي تغلبه لعبه. ايوه. ماشي. مش المحشي بقى، خلصتي الاكل كله وانزلوا بيهم مره واحده. حاضر. اللهم صل على النبي. انت فاتحه مصمت ولا ايه يا مدام نانا؟ لا يا اخويا، ده اكل الاسبوع بس برضه ما يغلاش عليك، لازم تدوق. لا انا شبعان ومش قادر. اعدم حسام ابني ابدا، ما ينفعش. لا على ايه؟ حسام عامل حس في البيت برضك. بس انا زعلان منك يا مدام نانا. 23 مره اتصل بيك وما ترديش، مع العلم بيبقى مشغول في النص. سامحني يا اخويا اذا كنت اتاخرت عليك في دفع الايداع شويه، اصلي